اللي كل ما تهز جدار روحي أقامه. هعيش مرحلة حب عجيبة. أنا كل اللي أتمناه دلوقتي حالا إني أشوف قلبي وتقرأ في قلبي إيه. كتبت لواحد فيكم جوابات كتير قوي وأنا في سرير المرض، رغم ما خفتش من الموت ولا المرض، الرغم كل مرة رهيبة. ونحتوي انحناء شكر لجميع أقلام صاحبة الكلام، بشكرها محكوني وسمعوني وقيموني وعززوني قدام نفسي وقدام ربنا. بشكر الجيل القديم والحالي إن شاء الله القادم، جميع أقلامكم، مبدعي قلبي، عائلتي الفنية، من أصغر عامل فيها لأعظم نجم. وبوس راسكم. لو أنا واقف قدامكم دلوقتي بسبب حبكم، نفسي كمان أشكر المرض وبوس راسكم، لأن عرفت أنا في قلبكم إيه وعرفت حجمي وقيمتي. النهارده باختصار أنا راجعة وفي جزء أناني جوا شريهان. شريهان في الغربة مع شريهان بدون الفن. الفن طبعا أنا ما عمريش العمر اللي بيقولوا في الجرايد عايزة أشكر وأبوس راس واحد واحد بيقول أنا 50 أنا 51 سنة. أنا عايزة أقول إن أنا رحت رحلة عمرها يزيد عن 1000 عام وعام، وإذا في شيء قواني أنا عمري يزيد عن 500 بكتير. انتوا رجعتوني للكتاب، ما بقاليش سن ولا عمر. أنا راجعة أو أنا مش حاسة إنه هنا في رجوع، أنا حاسة إن أنا من وقت ما وقفت هكمل. أنا ما اخترتش لكن رضيت وارتضيت بكل قرار كان ربي قوتوني وقوتوا إصراري وعزيمتي. عايزة أرجع أبوس راس بيتي اللي هي أنا، اللي هي شريهان. أنا ما عنديش كلام كتير أقوله، هقول لكن هي بداية إن شاء الله المشروع. أنا كنت ابتديت ألملم أحلامي وألجمها خلاص إلى أن العظيم الدكتور جمال العدل لقيت فيه أنا ما بعرفش أشتغل من غير حب. لقيت فيه أساساً هو بسم الله الرحمن الرحيم عنده ما فيهاش تنازل، ما بيعرفش يتنازل. عاشق للفن، أسد، ما بيعرفش بتقول له ذهب بيقول لك ألماس. ممكن أعمل العمل ده ذهب؟ لا، أنا عايزه ألماس. أنا راجعة فقط أبوس جبين حد فيكم. راجعة عايزة أخش لحضرة المتفرج اللي احنا جميعا بنشتغل عشان نبدي. راجعة أقول شكرا للمتفرج من مصر، لآخر مواطن في الوطن العربي بما يليق بمهنتي وبمصر والفن المصري ومبدعي الفن المصري، وما يليق
يتمناه حضرة المتفرج. العمل بدايته ابتدت، لكن نهايته ملهاش نهاية. العمل إن شاء الله يشرفني إني أنا أكون بطولة العمل ده. هتكون جميع مبدعي مصر والعالم والوطن العربي، مش شريهان، شريهان مني أو معي. إن شاء الله من أصغر مبدع وكل في مجال، من أصغر عامل لازم يكون مبدع. مش هيكون في تنازل، في فن مختلف، في انحناء الشكر أولا للفن المصري، مهنتي، مبدعيها. وأنا عايزة أشكر الأستاذ والدكتور جمال العدل والدكتور الكبير مدحت رعد. وطبعا هديله الميكروفون واحاول ألملم مشاعري واقول